السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ والنهارده هنحسم الجدل ما بين فيفلين وكلاري، او يعني هنعمل جدل جديد. الله اعلم ايه اللي هيحصل بعد الفيديو ده. فاضل لنا نص ساعه بالظبط والنور يقطع، فيا رب نلحق نخلص الفيديو ده. مبدئيا انا عارفه ان انتوا برضو بيهمكم ريحه البرودكت، حجمه، سعره، والحاجات دي كلها هنتكلم فيها ان شاء الله. اولا خلينا نتكلم على فيفلين وكلاري كمفهوم مبدئي عن البرودكتس نفسها. كلاري معتمدين في البرودكتس بتاعتهم على البروكابيل، والبروكابيل دي ماده بتزود او بتنشط الدوره الدمويه حوالين البصيله علشان تساعد في نمو الشعر. اما بالنسبه لفيفلين فهم معتمدين على الارجان اويل اللي هو حتى بيتسمى الذهب السائل. وانتوا فعلا لما تجربوا الشامبو بتاع فيفلين هتحسوا انه فيه لمعه كانه فعلا ذهب، يعني كانه فيه خيوط من ذهب كده، لان هو فعلا فيه بيور ارجان اويل. طبعا انتوا عارفين فوائد الارجان اويل للشعر في الترطيب تحديدا. يعني الارجان اويل اهم حاجه بالنسبه لي ان هو فعلا بيرطب الشعر ترطيب عميق. وانا من وجهه نظري مبدئيا انا بصراحه بعتمد عليهم هما الاثنين، ولكن في بعض الفروقات في بعض البرودكتس. يعني في حاجات هتحسوا ان هي شبه بعض، في حاجات تانية لا، كل واحد فيهم متفوق على التاني بجداره. خلونا بقى نبدا ونشوف مين البرودكت اللي هنا متفوق على هنا. اول حاجه الشامبو، زي ما انتم شايفين كده. طبعا فيفلين حجمه اكبر 500 مللي، لكن ده 300 مللي. كل واحد فيهم اللاين كله نفس الريحه. بالنسبه لفيفلين الريحه بتاعته تروبيكال فريش، بتحسسكم كده بانتعاش وانتوا جوه الشاور، وفي نفس الوقت بصراحه ريحته ثابته جدا في الشعر. اما بالنسبه لكلاري الريحه بتاعته بنانيتي هاديه رايقه، ريحته بونبوني كده، ريحته سويت، تحسوا ان هي ريحته رايقه، ريحته شيك. فده كده اول فرق في الريحه وفي الحجم. الاسعار هقولها لكم في الاخر. انا طبعا عندي برومو كود في كل براند فيهم بيديكوا خصم 20%، بس فيفلين حاليا بس، يعني الفتره اللي انا بتكلم فيها وقت الفيديو، لانه دلوقتي داخلين على عيد الام وكمان رمضان، فهم البرومو كود بتاعي فيفلين اصلا بيخصم 10%، ولكن الفتره دي هو هيخصم 20%. بس البرومو كود اتغير يا جماعه، علشان في كذا حد بيقول ان البرومو كود بيخصم 10%. لا، هو البرومو كود الجديد هو اللي بيخصم 20%. عموما هسيب لكم البرومو كودز بتاعتي في اول كومنت مثبت تحت الفيديو. طيب بالنسبه للافكت بتاع الشامبو، عايزه اقول لكم الاثنين بالنسبه لي واحد. انا مش هقول لكم بنستعمل المنتجات ازاي، لانه ده اصلا اتعمل في فيديو قبل كده. الفيديو ده خطير، هيحول شعركم. لو انت شعرك كيرلي اصلا هيحوله المفروض، واتحداك ان هو يحوله المفروض. المهم شوفي الفيديو اللي انا هسيبه لكم في الاي اللي هتظهر فوق. المهم الاثنين شامبو بينضفوا فروه الراس كويس جدا من غير ما ينشفوها خالص. بجد الاثنين بالنسبه لي 10 على 10 ونجمه، حلوين قوي قوي، ما فيهمش سلفيت ولا بارابين ولا سيليكون لو انتوا ما بتحبوش الحاجات دي، بس هم في نفس الوقت بينضفوا فروه الراس كويس. عشان انا من الناس اللي بتعمل هير اويلنج، بحط زيوت على شعري، فلازم استعمل شامبو بينضف فروه الراس كويس. تاني حاجه في المجموعتين هو الكونديشنر، ولكن انا للاسف ما عنديش الكونديشنر بتاع كلاري، بس انا كنت جربته بس هو مش عندي دلوقتي. زي ما انتم شايفين المجموعه بتاعت فيفلين احجامها عملاقه، وعلشان كده ده تفسير ان السعر شويه عالي، لان انت بتاخدي حجم برودكت عملاق. المهم الكونديشنر بتاع فيفلين والكونديشنر بتاع كلاري، وهو برده هتلاقيه نفس الشكل ده. عموما الاثنين برده بيرطبوا الشعر كويس قوي قوي، ولكن بصراحه بتاع فيفلين بيرطب اكتر شويه. الفرق ممكن يكون مش واضح بنسبه يعني 100%، ولكن هو بيرطب اقوى شويه. نيجي بقى على الهير ماسك، ده نص كيلو من الهير ماسك عموما، يعني 500 مللي، وكلاري برده نفس اللاين 300 مللي. بصراحه وبكل امانه الهير ماسك بتاع فيفلين يتفوق على اي هير ماسك انا جربته في حياتي. مع الحاجات اللي انا استعملتها كانت مقاطعه، مش عايزين نتكلم بقى عن حاجات مقاطعه، انا بتكلم دلوقتي على اللوكال براندز. بتاع فيفلين عملاق، فبيديني كده احساس البراح كده. بصراحه الهير ماسك بتاع فيفلين احساس الزحلقه، بجد احساس الزحلقه للشعر، ترطيب عميق، عمق مش ممكن تتخيلوه. ولكن يا جماعه برضو هرجع واقول لكم انه لازم تستعملوا الهير كير روتين بتاعكم كامل بنفس الطريقه اللي انا كلمتكم عليها في الفيديو. مش عارفه بقى احطه لكم فين، بس هو عموما الفيديو اللي ظهر في اول الفيديو ده هي دي احسن طريقه تاخدوا بيها احسن نتيجه من اي برودكت عموما. وانا علشان اختبر مين فيهم احسن هير ماسك كان لازم استعمل شامبو محايد للاثنين. انا استعملت حتى خلصت الشامبو ده عليهم، الشامبو اللي هو بتاع دوكراي دنسياج. الشامبو ده فيه سلفيت، فبالتالي هو بينظف فروه الراس كويس جدا جدا، فكان لازم يعني ايه ابقى على ارض محايده. ما ينفعش استعمل طبعا الشامبو بتاع فيفلين، ولا ينفع استعمل الشامبو بتاع كلاري، علشان اشوف مين فيهم فعلا اقوى واحد. قسمت شعري نصين واستعملت ده على جنب وده على جنب، وبصراحه بتاع فيفلين كان اقوى في الترطيب اضعاف مضاعفه. نيجي بقى على السيرم.
ده كده التو سيرمز فيفلين وكلاري. بتاع كلاري 100 مللي، بتاع فيفلين 50 مللي. بتاع كلاري ضعف الحجم بتاع فيفلين، وبصراحه كلاري يكسب بكل جداره في الترطيب بتاع الهير سيرم بتاعه. ولكن لو شعرك دهني اجري اختفي من حياته زي ما قلت لكم قبل كده، اوعي تجربيه لو شعرك دهني. شعرك جاف ده السيرم المثالي بالنسبه لك يا جماعه. انتوا مش متخيلين قد ايه بيرطب ترطيب انا ما شفتوش في حياتي قبل كده. الترطيب بتاعه قوي بشكل مش طبيعي. عشان كده بقول لك لو انت شعرك دهني او حتى عادي ما تستعملهوش، لان هو فعلا هيلزق شعرك بجد، حرفيا هيلزق شعرك من كتر ما هو تقيل. الاثنين ريحتهم حلوه، لكن بتاع فيفلين هو مناسب لكل انواع الشعر. لو انت شعرك جاف وبتاع فيفلين عندك خدي منه حته زياده شويه. والفرق برده ما بينهم الجوهري ان بتاع فيفلين بيستعمل قبل الحراره بس لحد درجه 200، بتاع كلاري لا مش بيستعمل قبل الحراره. فده الفرق الجوهري ما بينهم. انا بالنسبه لي برده الاثنين لا غنى عنهم ابدا، بس لو هستعمل واحد علشان ارطب بيه شعري هيكون بتاع كلاري خطير. وطبعا انا بالنسبه لي مهم جدا لانه فيفلين ما عندهمش ليف ان، لكن كلاري عندهم ليف ان. فانا يا جماعه قلت لكم قبل كده لو انت شعرك جاف احنا مش بنرطب شعرنا بالسيرم ونكتفي، احنا بنرطب شعرنا بالليف ان قبل السيرم. الليف ان بيتحط على شعر مبلول، بعد كده بتحطي السيرم على شعرك اول ما يبدا ينشف، يعني لسه كده في روح الميه اللي هو الندى بتاع الميه ده، فبتحطي بقى عليه السيرم. لو عندك ده او عندك ده السيرم بنرطب بيه شعرنا كل ما شعرنا يحتاج. لو انت شعرك بيحتاج ان هو يترطب كل يوم رطبي شعرك كل يوم. اي وقت شعرك يحتاج فيه الترطيب زي بشرتك بالظبط. انا قلت لكم المعلومه دي قبل كده كتير، شعرك زي بشرتك. لو انت بشرتك مقشره وجافه جدا جدا اكيد مش هتسيبيها تقولي لا اصلا ما ينفعش ارطب بشرتي كل شويه، لا رطبي شعرك كل ما يحتاج ترطيب. فيفلين ما عندهمش ليف ان، لكن كلاري عندهم ليف ان، والليف ان بتاعهم حلو جدا برضو، ترطيبه حلو جدا. هو كمان قوامه خفيف على الشعر يعني مش بيلزق الشعر. فانا بستعمل الاثنين دول كده مع بعض بعد الشاور، وبستعمل ده قبل ما اعمل شعري حراره. ولو مثلا احتجت ترطيب يومي او كده ممكن برضو استعمله لان هو اخف بس هو قوامه مظبوط. يعني زي ما قلت لكم ان ده قوامه تقيل جدا، فهو عايز شعر بجد جاف قوي قوي. لكن بتاع فيفلين قوامه مظبوط، ولا هو تقيل فيلزق الشعر ولا هو خفيف فما يرطبش الشعر. لان انا جربت سيرم قبل كده كان ميه اللي هو بتاع لوريال اعتقد دريم لونج، عايز شعر دهني يعني مليان دهون كده علشان يرطبه، علشان لان هو اصلا بجد ما فيهوش زيوت خالص، هو عباره عن ميه. فيفلين القوام بتاعه مظبوط قوي. ده كده الفوارق الجوهريه ما بين الاثنين. يعني النتيجه النهائيه الشامبو تعادل، الكونديشنر هنمشيها تعادل رغم ان فيفلين يتفوق سنه، الهير ماسك فيفلين يتفوق بجداره على اي هير ماسك انا جربته اصلا. بالنسبه للسيرم كلاري هو اللي يتفوق بجداره. دلوقتي بقى عايزه اقول لكم ان الاسعار للاسف كلاري مش بيعملوا باندلز كامله، يعني بيعملوا مثلا باندل شامبو كونديشنر مع بعض، مثلا ليف ان مع هير ووتر، فهم مش عارفه ليه مش بيعملوا باندل كامله. انا اتمنى ان هم يعملوا باندل كامله عشان لو حد عايز يشتري الباندل بتكون يعني سعرها موفر اكتر. بالنسبه بقى لفيفلين بصراحه بيعملوا باندلز كامله للهير سيت عندهم دلوقتي حاليا وانا بكلمكم كده ان شاء الله. يعني الثلاثه دول مع بعض اللي هم اهم حاجه اصلا في المجموعه، الشامبو الكونديشنر والهير ماسك، دلوقتي ب 800 جنيه. وزي ما قلت لكم يا جماعه حجمهم كبيره، 800 جنيه على 9 شهور مثلا، يعني تقريبا هتلاقوا نفسكم دافعين كل شهر 88 جنيه، ففي حق شعرك مش خساره خالص. لو بقى هتشتروا المجموعه كلها كامله اللي هي الشامبو والكونديشنر والهير ماسك وكمان السيرم، فهي هتكون ب 1000 جنيه حاليا بعد البرومو كود الجديد. اما بالنسبه لاسعار كلاري زي ما قلت لكم كلاري موجوده على نون باركفيل الويب سايت بتاعهم، وانا ليا كود خصم على الويب سايت بتاع باركفيل نفسه. في الاخر بالنسبه لي الاثنين حلوين جدا جدا، شرحت لكم الفروقات اللي ما بينهم، كل واحد يختار على حسب نوع شعره وعلى حسب احتياجه اصلا. وعايزه اقول لكم على حاجه مهمه بالنسبه لفيفلين يا جماعه، لان انتوا لو جيتوا بصيتوا على الهير ماسك هتلاقوا الهير ماسك ب 600 جنيه. لا طبعا ما تعملوش كده، يعني يبقى قدامكم ان انتوا تشتروا المجموعه كامله ب 800 جنيه وتروحوا تشتروا الهير ماسك ب 600، اكيد يعني مش منطق. فاهمين اللي هو مفهوم البندل بيديكوا خصم اكبر بكتير من انك تشتري برودكت لوحده. فخليكوا اذكياء وانتوا بتشتروا. عرفوني في الكومنت لو كنتوا جربتوا اي حاجه من التو لاينز، ايه بالنسبه لكم احسن لو انتوا اصلا جربتوا الاثنين، هل انتوا شايفين نفس اللي انا شايفاه ولا لا؟ لان انا زي ما قلت لكم كل واحد فيهم متفوق على التاني في حاجه، انا بجد مش منحازه لاي واحد، انا فعلا بحبهم هما الاثنين. فيا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وانتوا بتشوفوا الفيديو ده، وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو تاني قريب. شكرا ليكم، مع السلامه.